رفض الملاكم الدولي السابق ورئيس جماعة المزار مصطفى الخصم دفع كفالة مالية قدرها 50,000 درهم عقب مثوله أمام وكيل الملك أمس الاثنين بسبب دعوى رفعها ضده عامل إقليم مدينة صفرو. وقال الخصم في تصريحات صحفية أنه يرفض أداء الكفالة لأنه لم يقترف أي ذنب يستحق ذلك، وهو مستعد لأي عقوبة. ولقيت قضية الملاكم الدولي السابق وأحد أبناء مغاربة العالم تضامنا واسعا من قبل المغاربة على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، داعين إلى فتح تحقيق في الاتهامات الموجهة لعامل الإقليم وتطبيق القانون والمحاسبة في حقه في حالة إدانته. وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو قد قررت الاثنين متابعة رئيس جماعة إموزير والبطل العالم في رياضة الكيك بوكسين مصطفى الخصم في حالة صرح مع كفالة مالية قدرها 50,000 درهم في قضية اتهامه لعامل إقليم صفرو بالفساد، إلا أن الخصم رفض ذلك وطالب باعتقاله عوض أداء كفالة الحضور.